غادي نشارك معكم عسل منزلي اللي ناجح 100% تصلح لجميع المعسلات. نبداو على بركة الله. في المكونات عندي هنايا 2 حبات ديال البرتقال للتنسيم و2 حبات ديال الليمون الحامض. غسلتهم مزيان وقسمتهم على 4 بهذا الشكل. الحجم ديال البرتقال مع الليمون متوسط. الا كنتو غديروا غير الليمون ما بغيتوش ديروا البرتقال غديروا حبات ديال الليمون يكونوا كبارين. راه الليمون الدور ديالو هو اللي تيخلي لنا العسل ما يتحجرش، يعني تيصبر واحد المده اللي طويله ما يمكنش تستغناو عليه. غادي نضيف 2 عويدات ديال القرفه. انا استعملت قرفه بلديه، يمكن لكم ديروا القرفه الروميه الدراسين. وغادي نضيف على هاد المكونات 2 لتر ديال الماء، ماء عادي من الصنبور. يمكن لكم ديروه يكون غليان باش دغيا طلع لكم الغليه في المكونات. صافي، وضع الطنجره ديالي فوق النار. هنا بالنسبه للسكر انا غادي ندير الكميه ديال 4 كيلو، يمكن لكم تكتفيو بنصف الكميه كتجربه. هنايا بالنسبه لكم نتومايا الا بغيتو تستعملوا القالب هذا تيبقى اختيار ديالكم. انا بالنسبه ليا تنفضل السكر حبيبات، لان العسل ديالو تنتحكموا فيه كما بغينا. لان القالب جربته شحال من مره هاد الايامات راه ما بقاتش الكاليتي ديالو كما كان قبل، تيجي عاقد بزاف بزاف. صافي، هنا كما تلاحظوا الطنجره ديالي راه جابت الغليه ودوك المكونات طلقوا لنا النسمه. صافي، هنا راه ضفت السكر ديالي للمكونات. هنا كما تلاحظوا انا راه عندي الطنجره صغيره غادي نبدلها، لان ملي غيبدا يغلي العسل غادي تبدا تفيض الطنجره، خاص ضروري الاناء يكون كبير. انا هنا راه تنزول الليمون مع البرتقال هما الاولين باش ما يطيرش عليا تشاش ديال الماء لان راه غليان. صافي، غنبقى مستمره بالتحريك ديالو حتى تيذوب السكر تماما، ما يبقاوش الحبيبات. في هذه الفتره النار راها مرتفعه، غير تتبدا الطنجره تجيب الغليه بحال هذا الشكل. صافي، النار تنرجعوها للمتوسطه. هنا الا بغيتوا العسل ديالكم يجي اللون ديالو مفتوح كما عندي انايا غديروا النار متوسطه. الا بغيتوا العسل يجي اللون ديالو مغلوق غديروا النار مهيله وتخليوه يطيب على المهل. صافي، هنا راه العسل ديالي مره تندوز نحركو. فهاد الاثناء متى تبدا تسكر ديك الكشكوشه كما تتشوفوا والليمون تيتبدل اللون ديالو تيولي شفاف. صافي، العسل راه خاصنا نحضيو معاه في هذه المرحله راه تكون عندنا العسل. وكما قلت لكم الا درتوا القالب حاولوا مره تبقاو تجربوه بالزربه باش تشوفوا القوام ديالو، راه تيجي معلك هو بزاف على السكر سنيده. هنايا انا راه خديت واحد شويه وضعته في اناء وضعته حتى برد في الثلاجه، القوام ديالو باقي خفيف. غادي نخليه يزيد شويه يغلي. صافي، ونطفي عليه النار. انا بالنسبه ليا راه بغيتو البريوات المعسلات، يعني البريوات والسيجار وداكشي تاع المحنشات، العسل خاصو يكون متوسط ما يكونش ثقيل بزاف. ولا بغيتوه للشباكيه غادي تخليو العسل ديالكم يكون ثقيل. راه فايته مشاركه معكم راه عندي في القناه بشكل اللي خاصو يكون ثقيل شويه باش يثبت لكم على الشباكيه ديالكم. صافي، هنايا راه زولت العسل من فوق النار كما تتلاحظوا. في هذه الاثناء انا راه خديت مصفاه وطنجره وغادي نصفي العسل ديالي كما تتشوفوا. تنهز البرتقال مع الليمون هما الاولين تنوضعهم في المصفاه، عاده نبدا نخوي العسل باش نتفادى انني نتحرق. لان الا خليتوا المكونات عندكم في الطنجره وبديتوا تتصفيو تيبدا يطير داك التشاش، وكما تتعرفوا راه العسل راه بحال البلاستيك راه تيحرق بزاف. صافي، هنايا راه كما تلاحظوا صفيته وهو غليان باش غادي نضيفوا ليه المسكه حره. بالنسبه لهذا البرتقال مع الليمون الحامض يمكن لكم تحتفظوا به ما ترموهش، لان تقدروا تنسموا به المعسلات ديالكم ولا الكيك راه تيجي رائع. صافي، هنايا غادي نضيف واحد 6 الحبات هكا ولا 7 ديال المسكه حره العسل ديالي، وغادي نبدا نحرك ما حدو باقي سخون.
ما ديروش المسكه فوق النار لان ما تبقاش فيها النكهه نهائيا. من الافضل حتى تصفيو العسل ديالكم عاده ضيفوها وبقاو معها بالتحريك حتى تذوب كما تلاحظوا عندي في الصوره. صافي هنا العسل ديالي غطيته بواحد الشبيكه، يمكن لكم تغطيوه بطرف ديال الثوب وغنخليه حتى تيبرد تماما. انا غنخليه ليله كامله. صافي هنايا من بعد ما برد العسل تماما وضعته في هذا الاناء ديال الزاج باش نوريكم القوام ديالو. هذا هو القوام، تيجي بهذا الشكل هذا اللي في الصوره، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. كما تلاحظوا راه فاش تنبدا نحط فيه ماشي دغيا تيبدا يذوب في بعضياته، فاش تيبدا ينزل من المعلقه تيبدا يوضع لنا هكا واحد الطبقات، ولكن تيختفيو بسرعه. وتنأكد لكم الا بغيتوه للشباكيه غديروه ثقل من هكا بشويه، يعني دوك الطبقات ما تيختفيوش بسرعه. صافي حتى لهنايا غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبتكم الوصفه ديروا جيم، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.